بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم جميعا بألف خير. أنا وعدتكم بفيلم عن عادات الناجحين والأثرياء اللي مهم جدا نفكر فيها ونتأكد من استخدامنا لبعضها إن لم يكن كلها، مع سلسلة كسب المال أونلاين اللي أطلقناها الأسابيع الماضية. أي موضوع بتختاره من العشر مواضيع اللي تكلمنا عنهم تحتاج أن تتبنى عادات الناجحين حتى تنجح بإذن الله تعالى. طبعا مش كل الناجحين والأثرياء عندهم كل هذه العادات، لكن وجدت الدراسات أن الناجحين بشكل عام والأثرياء بشكل خاص لديهم عادات تسمى عادات الناجحين والأثرياء، ورايحين ناخذهم واحدة واحدة مع بعض الأمثلة. أولا، تحديد أهداف واضحة. ما في ناجح في الحياة بدون هدف واضح، واللي قرأ كتاب أليس في بلاد العجائب ممكن يتذكر الجملة اللي قالها القط تشاير لما سألته أليس وين أروح؟ قال لها: إذا كنت لا تعرفين إلى أين أنت ذاهبة فكل الطرق ستوصلك. دراسة لجامعة سكرانتون بيّنت أن الأشخاص الذين يضعون أهداف واضحة احتمالات تحقيقها تزيد 10 مرات عمن لا يضعون أهداف. 2. التعلم المستمر. الناجحون والأثرياء لا يتوقفون عن التعلم، بيظلوا متابعين كل ما هو جديد للبقاء في المقدمة. مثلا بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت يقال أنه يقرأ سنويا 50 كتاب. وفقا لزوجته السابقة طلقها، بيل غيتس بيقرأ 150 صفحة في الساعة. فن القراءة السريعة هو السر. توني روبنز وهو من أنجح المتحدثين الأمريكان اللي بدأ من الصفر وعاش حياة بائسة جدا لدرجة أنه فكر ينتحر في لحظة من اللحظات، لكنه بفضل القراءة استمر وكافح إلى أن صنفته مجلة فوربس الأمريكية من ضمن أشهر 100 شخصية عام 2007، وحقق 30 مليون دولار دخلا أو دخل هذيك السنة لوحدها من كتبه ومحاضراته. شو قال؟ قال: تعلمت القراءة السريعة مما مكنني خلال 7 سنوات أن أقرأ 700 كتاب، كثير منها في علم النفس. باراك أوباما أول رئيس إفريقي أمريكي للولايات المتحدة الأمريكية عرف عنه أنه الرئيس الأمريكي الأكثر تأثرا بالقراءة والكتابة منذ أبراهام لينكولن. كل ليلة باراك أوباما وهو رئيس للولايات المتحدة الأمريكية يقرأ على الأقل نصف ساعة ليليا. على فكرة ألف 4 كتب. طيب يمكن تسألني شو أقرأ؟ اقرأ كل شيء يسعدك قراءته، المهم أنك تزيد من ثقافتك العامة. ثانيا، اقرأ في مجال تخصصك وفي مجال الأهداف اللي وضعتها لنفسك. 3. أخذ المخاطر المحسوبة. يقول الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، وقالت لي الأرض لما سألت: أيا أم هل تكرهين البشر؟ أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر. رحمة الله عليه هذا الشاعر الخالد صدر الكلام هذا عن شخص يعاني من مرض القلب، وطالبوا الأطباء أن يعيش بهدوء وبدون حركة، إلا أنه رفض وأقبل على الحياة بكل ما فيها وكل ما فيه من طاقة، وأبدع ما أبدع من الشعر، وخلد اسمه في التاريخ، وتوفي وعمره 25 عاما. يقول الكاتب البرازيلي باولو كويلو: تكون السفن آمنة في المرافق لكنها لم تخلق لذلك. أول كتاب نشره باولو كويلو لاقى فشل ذريع، اضطروا أن يسحبوا من المكتبات لاحقا. بعديها تردد في الكتابة إلى أن قال لنفسه: إذا بشوف ريشة بيضة اليوم معناته ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي ابدأ الكتابة. في نفس اليوم شاف ريشة بيضة في شباك محل تجاري فقرر أن يبدأ الكتابة. إذا أنت بكرة بتشوف ريشة بيضة ابدأ. وخلال سنة نشر كتاب الخيميائي أو الكيميائي اللي حقق الأكثر مبيعا حول العالم، وبيع منه 30 مليون نسخة، وتمت ترجمته إلى أكثر من 70 لغة. طبعا باولو كويلو ألف حوالي 30 كتاب وبيع له أكثر من 300 مليون نسخة حول العالم، وتقدر ثروته اليوم بحوالي 500 مليون دولار. الناجحون لا يخشون المخاطرة لكنهم يخوضوا المخاطرات المحسوبة،
ولا يخافون من الفشل، بل يعتبروه عقبات في طريق النجاح. مثل ما قال شاعر ألمانيا جوته، اللي على فكرة كان من أشد المعجبين بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونظم وهو في سن 23 قصيدة رائعة أشاد فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام. وعندما بلغ 70 من عمره أعلن على الملأ أنه يعتزم أن يحتفل في خشوع بتلك الليلة المقدسة التي أنزل فيها القرآن على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. شو قال جوته عن العقبات في طريق النجاح؟ قال: يمكنك أن تصنع الجمال حتى من الحجارة التي توضع لك عثرة في الطريق. 4. إدارة الوقت. الوقت مرتبط تماما بوضع الأهداف. يقول أحمد شوقي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. اللي ما عنده أهداف ما في داعي يدير وقته، واللي عنده أهداف تلاقيه لحاله بيدير وقته، لأن الوقت يصبح هو السلاح الرئيسي لتحقيق هذه الأهداف. مثال على ذلك أوبرا وينفري، الإعلامية الأشهر عالميا، معروفة باستخدامها الفعال للوقت. بالمناسبة أوبرا وينفري مش فقط مقدمة برامج، بل لديها إمبراطورية إعلامية هائلة. أوبرا عندها نظام كامل لإدارة الوقت، أهمه التركيز. بتقول لك: أعطي كل وقتك للمهمة التي أمامك، ثم انتقل لما يليها. لا تتشتت، والنتيجة لا تتشتت، اسمع الكلام، والنتيجة وفقا لياهو فاينانس تبلغ ثروة أوبرا وينفري حوالي 2.6 مليار دولار. لا تتشتت، قلت لك. 5. المثابرة. من القائل: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا بغير كد أضاع العمر في طلب المحال. المتنبي. ومن القائل: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم منال، إذا الإقدام كان لهم ركابا. كما يقول رئيس الزعيم الإفريقي الأشهر نيلسون مانديلا: غالبا ما يبدو الأمر مستحيلا إلى أن ينتهي. التصميم والمثابرة هما أهم ما يمكن أن يتسلح به الناجح. 6. عدم الاستسلام. الناجحون لا يستسلمون أبدا حتى في مواجهة الفشل، يعملوا بإصرار لتحقيق أهدافهم حتى يحققوها. ومثل ما قال وينستون تشرشل الزعيم البريطاني الأشهر: النجاح هو أن تنتقل من فشل إلى فشل بدون أن تفقد حماسك. أعطيك مثال: واجهت مؤلفة سلسلة هاري بوتر الرفض من العديد من الناشرين قبل نشر كتابها. أخيرا ثابرت واستمرت في الكتابة رغم النكسات. كانت فقيرة لدرجة أنها كانت عايشة على دعم الدولة، وتكتب من مقهى سمح لها تقعد وتكتب بشرط أنها تشتري فنجان قهوة يوميا على الأقل. اليوم تقدر ثروتها بمليار دولار. 7. الصحة واللياقة. يدرك الناجحون والأثرياء أهمية العناية بصحتهم الجسدية والعقلية، لذلك بيمارسوا الرياضة وبيهتموا بالأكل الصحي. مثلا ريتشارد برانسون مؤسس مجموعة فيرجن متحمس بشكل كبير جدا للياقة البدنية. وفقا لموقع معين هي عندك على اليمين، تقدر ثروته ب 3.8 مليار دولار. على فكرة بدأ من الصفر، ومن أهم التمارين الرياضية التي يقوم بها الناجحون هي رياضة المشي السريع، التي أثبت العلم أنها تطلق في جسد الإنسان هرمونات السعادة وتمنع الاكتئاب. من الناجحين المشهورين بالمشي أينشتاين، أرسطو اللي اسم مدرسته الفكرية المشائين لأنه أتباعه كانوا يمشوا معاه وهو ينظر عليهم، تشارلز ديكنز كاتب الإنجليزي المعروف اللي كان يمشي في اليوم بين 30 إلى 40 كيلومتر، وطبعا بيتهوفن. 8. العطاء. غالبا ما يكون الأشخاص الناجحون خيرين ومعطائين. يقول جبران خليل جبران: نحن نعطي لنحيا، لأن الامتناع عن العطاء سبيل الفناء. يكمن نجاح الناجحين بسبب الخير اللي بيعملوه. ودائما دائما دائما تذكر الآية الكريمة من سورة الليل اللي ممكن تكون من أخطر الآيات في هذا الموضوع. وانتبه شو ربنا سبحانه وتعالى عز وجل بيقول فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صدق الله العظيم. تخيل، نيسره للعسرة، أعوذ بالله. 9.
بناء العلاقات. يدرك الناجحون والأثرياء أهمية بناء علاقات والتواصل مع الآخرين، لذلك بيستفيدوا من علاقاتهم لاكتساب فرص تساعدهم في النجاح. 10. الانضباط. يتمتع الأشخاص الناجحون بمستوى عال جدا من الانضباط وضبط النفس، وعلى سبيل المثال أغلبهم بيصحوا بدري. مثال على ذلك جاك دورسي مؤسس تويتر ورئيس التنفيذي السابق، بيمارس إجراءات يومية صارمة للحفاظ على التركيز والانضباط. بيصحى كل يوم الساعة 5:30 صباحا، بتأمل وبيمارس الرياضة وغيره، ويخصص فترات زمنية محددة للعمل. تذكر: من ابتعد عن الوسادة اقترب من السيادة، ومن لزم الرقاد حرم المراد، ومن أكثر النوم سبقه القوم، ومن ترك العمل تركه الأمل، والقمة أساسها قم. بشكل عام أكيد هناك عادات أخرى، لكن نكتفي بهذا القدر، لأن النجاح الحقيقي مش فقط حظ أو موهبة، وإن كان مطلوب يكون في حظ وبيلعب دور، لكن المثل بيقول: إذا أردت أن يطرق الحظ بابك فاصنع بابا. بهذا بكون أنهيت آخر فيلم وعدكم فيه، والهدف الرئيسي من وراء هذه الأفلام في الأيام القليلة الماضية هو فتح آفاق جديدة للشباب العربي، مع ملاحظة أنه تم تصنيف الشباب بين عمر 15 و65، ومن 65 ل 85 نروح يعتبر متوسط عمر. فإن شاء الله كلكم شباب، واللي ما استفاد من اللي طرحته يعتبره على الأقل ثقافة عامة مهم نطلع عليها ونشوف وين العالم واصل في عصر يتغير كل يوم، وكل يوم يطرح تهديدات جديدة، وبنفس الوقت فرص جديدة علينا أن نقتنصها إذا رغبنا أن نتقدم إلى الأمام. أتمنى لكم جميعا الفلاح والنجاح، وكل عام وأنتم وأمتنا العزيزة بألف ألف خير.